تعالوا معايا كده هنعمل السردين البلدي. هنعمله كده صينيتين في الفرن بطريقة بسيطة جدا وسهلة، وفي دقايق هتحضريها ويبقى غدا سريع جدا وطعمه في منتهى الجمال، ما بيختلفش عليه بصراحة ربنا اتنين. يعني الكل بيحب السردين البلدي كده، ولو ما فيش حد بيحب السردين البلدي ان شاء الله النهاردة بالطريقتين دولت هتحبوهم. هنعملهم صينية كده بالصلصة، وهنعمل صينية مقلية ومش هتحتاج زيت كتير، يعني بزيت قليل جدا هتكوني عاملاهم. طريقتهم بسيطة جدا وسهلة وسريعة، والغدا هيبقى النهاردة يعني مش عايزة اقول تكلفة، علشان انا ما بحبش اقول الغدا النهاردة لا ب20 لا ب30 لا ب50، ما بحبش اقول الكلام ده لان 3/4 التكلفة بتبقى من قلب المطبخ. يعني يا دوبك السردين كده، انا اشتريت السردين ده كيلو وربع ب30 جنيه، الكيلو كان ب25، بس انا جبت يعني الكيلو وربع كده ب30 جنيه. آه هنعملهم بطريقتين حلوين قوي، هيكفوا معاكي عدد افراد اسرتك واكتر بكتير كمان. يعني انا عدد افراد اسرتي 5، وكفوا مفاض كمان منهم كتير. النهاردة هنعملهم بطريقتين حلوين قوي، ومش هتكلفي فيهم زيت ولا هتاخدي فيهم اي مقادير، يعني حاجات تعرفين ان انتوا لو قليتوا السردين ده هياخد منك كمية زيت. لا النهاردة ان شاء الله هنعمله، يعني مش هقولك هياخد ربع كوباية زيت منك الصينيتين. قبل ما نبتدي كده الوصفة بتاعتنا هنصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. انا سايبه لكم كده الصور علشان خاطر ان انتوا تشوفوا الطريقة بتاعتها حلوة قوي، والشكل بتاعها في منتهى الجمال، مش علشان ان السردين مثلا اقل سعر سمك هو السردين دلوقتي. هتعملوا منه غدا في منتهى الجمال، وهنشوف الطريقة بتاعته. اكيد منكم كتير عارف السردين البلدي يعني. آه هنسلم كده على حبايبنا. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. التتبيله بتاعت السمك العاديه خالص اللي كلنا عارفينها، فلفل وشبت وكزبره. اي فلفل عندك بقى، حراق احمر اخضر اللي موجود عندك والمتاح، بس انا كانت الكميه اللي معايا هنا كانت كبيره، فانا مش هاخد الكميه دي كلها على السردين، لان كميه السردين كيلو وربع يعني حاجه قليله، هاخد بس منها كده معلقتين. بس انا بوريك التتبيله والخلطه اللي احنا متعودين عليها، معاها كمون وكزبره وملح، وهعصر عليها ليمونتين، وهحط كده معلقتين خل، وتقلب الخلطة بتاعتك، وهتاخدي منها معلقتين كده على الكمية بتاعت السردين، والباقي تحفظي كده في برطمان، او لو كنت هتعملي بيه حاجة تانية تمام. او مثلا هنا انا كنت اخد بقية الكمية، مثلا هتعملي شوية رز صيادية معاكي. آه بيبقى في منتهى الجمال لو خدت من التتبيلة دي، وبتنفع كمان في حاجات كتيرة وانت عارفاها. هي مثلا لو بتتبلي برنجان، لو بتعملي آه برنجان مخلل، برنجان مقلي، اي حاجه. ده السردين معانا انا منضفاه وفي منتهى الجمال، فاتحه بطنه كده وطلع اللي فيه، وسبت هنا الراس بتاعته. حابه تشيليها ده حاجه ترجع لك براحتك، يعني انا كنت بشيلها بصراحه ربنا، بس سبتها تدي شكل كده ومنظر للسردين. سردين معايا اللي هنا مش كبير، يعني ده صغير كده. خدت معلقتين التتبيله عليه، بس هحاول ان انا هنا ازود كمون وكزبره عليه كمان، حاجه بسيطه خالص، نص معلقه صغيره كده من الكمون ومن الكزبرة. وزودت كده معايا معلقة ملح صغيرة كده بكمون، دي من الخلطة اللي ببقى عاملاها. وهعصر كمان عصير كده ليمونة كده كويس، نص ليمونة بس، الليمونة كبيرة يعني. وكده تبلت السمك معايا، هسيبه بقى كده اقلبه واسيبه كده على جنب لغاية ما اشوف اللي انا هعمله بعد كده كده. ده السردين كده جاهز معايا. السردين ده طعمه في منتهى الجمال، يعني ما تست ما تقوليش ده حاجة رخيصة وكده، لا ده في منتهى الجمال وطعمه حلو قوي، ومعظمنا بيحب. معايا هنا زي ما انت شفتي كمية الزيت اللي انا هستخدمها، يعني معلقتين زيت كده، ومقطعة هنا كده حلقان من البصل، بس الحلقان رقيقة قوي. هنا ممكن تقولي لي طب ما استخدمتيش كله رصتيه في الصينية ليه؟ لان السردين ده ما بياخدش معايا وقت. سردينه صغيره، لو سردينه كبيره ما هقولك ماشي، انما دي سردينه دي صغيره. هدبل البصله كده زي ما انت شايفاها، وكنت هنا بسبك طماطم على البوتاجاز، هاخد كده منها كرنبين 3.
لو انت حابة تنزلي بقى تضربي طماطم وتحطيها، هتسيبها تتسبك. بس انا هنا كانت الطماطم متسبكة معايا يا دوبك كده زي ما انت شايفة، خدت ايه منها كده ايه كرنبين 3 كده على قد الكمية اللي انا محتاجاها. وهنا بقى بتقلبي، ومش هحط اي بهارات خالص، انا هكتفي بالملح بس. ليه؟ لان السمك بتاعي متبل كويس اوي. وبرضو تخلي بالك من الملح، لان السمك بتاعك فيه ايه التتبيله بتاعته. انا حاطط حاجه بسيطه من الملح كده، ظبطت الملح بتاعي. هنا على طول بقى هسيبها تغلي كده ايه غلوه بسيطه، وبعد كده ايه هفضيها في الصينيه. هنا بقى انا مخرطه بطاطس، يعني إيه ادخل من الشيبسي كده، حاجه بسيطه قوي. البطاطس دي بتبقى طعمها جميل قوي في الصينيه دي. حابه تستغنى عن الخطوه دي، حاجه ترجع لك. انا هنا كان معايا بطاطسيتين كده وسط، وقمت مقطعه. بترصيها بقى الرصه اللي تعجبك، يعني حتى هنا البطاطسيتين مش هيجيبوا معايا الصينيه كلها، بس بتبقى طعمها حلو قوي. وهنا بقى بعد ما اخلص رص البطاطس كده، هبتدي ان انا ايه ارص السردين. بترص برضو الشكل اللي يعجبك والمنظر اللي يعجبك. احنا كده بنحاول ايه بس نعمل رصة حلوة. زي ما انت شايفة كده الطريقة بتاعتها. الاكلة دي زي ما قلتلك في منتهى الجمال، يعني بترمي معاكي كمية حلوة قوي. كده خلصت الصينية. هنا بقى معايا فلفل بتاع شطة خضرة وحمرا، دي حراقة. حابة تستغنى عنها وتحطي باردة مفيش مشكلة، بس بصراحة ربنا بتخلي طعم الصينية حلو قوي. لو انت ما بتحبيش الحراق استغنى عنها وحطي كده ايه، حط شطة كده ايه باردة. هنا بترصها بقى الرصة كده زي ما انت شايفة، الرصة اللي تعجبك. وهنا كده الصينية بتاعتنا ايه جهزت معانا. يا دوبك هديلها كده رشة بس ايه شبت وكزبرة، تدي ريحة حلوة قوي. تغطي بقى الصينية بتاعتك كده بورق ألمونيوم، ويا دوبك تبقى جاهزة كده على الفرن على طول. هرص بقى الصينية التانية كمان علشان ايه احطهم الاتنين كده ايه في الفرن. مش هحتاج هنا الا يا دوبك معلقتين زيت كده في الصينية. طبعا الطريقة دي كلنا عارفينها، يعني معظمنا كده عارفها. دي الصينية كده بتاعت والدتي ووالدتك بتاعت زمان، اللي كانوا ساعة ما بيخلصوا خبيز بيعملوا الصينية دي بيحطوها كده ورا الخبيز. لو انتوا لسه فاكرين يعني الايام الجميلة الحلوة دي. هنا يا دوبك بقى بتبدري السردينة بتاعتك كده بالدقيق، مفيش اكتر من كده. بترصي السمكة بتاع السردينة بتاعتك، ويا دوبك بعد ما تخلصي الرص بتاعها يا دوبك معلقتين زيت كده بالفرشة كده من على الوش، ومفيش اكتر من كده. وبتدخلي بقى الفرن. هنشوفها مع بعض ان شاء الله. يعني كده ما خدناش زيت كتير ولا حاجة اهو. يا دوبك هنا في الطبق كان معايا معلقتين الزيت. ابتدي ادي مسحة كده خفيفة من على الوش، لان السردينة دي كمان يعني سمينة على قد ما هي صغيرة، بس سمينة بتنزل كمية دهن كتير قوي. وانا بنضفها حتى بتنزل كمية دهن قوي. زي ما انتوا عارفين غسيل السردين ده بصراحة ربنا بياخد منك يعني ممكن تقولي 10 مرات كده غسيل، لان كل ما بتغسلي فيه بينزل القشر بتاعه ده. يعني انا في بعد سردينة كده بقيت اعملها بالسكينة، ما بقتش تنزل القشر بتاعها بالسكينة، ولازم تنزلي القشر بتاعها. يا رب كده يكون الشكل كان واضح معايا او عجبكم. هنا بقى بتدخلي الفرن على طول. الصينيه التانية زي ما هي متغلفه، والصواني التانية بتبقى مكشوفه ما بتتغلفش، لان الصواني التانية دي مش هتاخد دقيق معايا. انا النار معايا عاليه من تحت، ومهدياها كده من فوق لغايه ما احس كده ان السردينه بدات تحمر من تحت. يعني انا هنا بحاول اوريكم النار عاليه معايا من تحت. هي بدات تغلي اهي. وشوفي يعني كنت حاطه قدام منكم الزيت قليل خالص. هنا الزيت السمكه ذات نفسها زي ما قلت السردينه بتنزل زيت، بتنزل كده ايه سمانة كده، وبتتحمر على طول في دقايق. واول ما بتتحمر بتطلعيها، يعني بتعلي عليها، يعني ما بتحمر من تحت بتعلي عليها من فوق تحمر، وبتطلعها عشان ما تنشفش منك.
هنا بقى الصينيه التانية كده، اول ما طلعت التانيين حشت الغطا بتاعها واديتها ايه وش كده حلو. هنا كنت بوريكم السردين، شوف طالع شكله في منتهى الجمال ومش ناشف ولا حاجه، هي طالعه جميله قوي ولونها حلو في منتهى الجمال. ده اللي بيحب من غير صلصه، يعني بيحبها ناشفه كده، واللي بيحب بقى بصلصه هتشوفوا الصينيه اللي معايا دي في منتهى الجمال، حاجه كده جميله جدا. جنبها بقى شويه رز كده او عيش مخبوز، يعني تحفه لوحدها كده ايه، اكله جميله جدا اقتصاديه من الدرجه الاولى، يعني ما خدتش منك تكلفه كتير. ويا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم وينول اعجابكم، ويبقى الفيديو كده خفيف ولطيف عليكم. السردين كتير قوي في السوق الايام ديت موجود، هتعملي منه اشكال كتيرة واصناف كتيرة. احنا عارفين اسعار السمك كلها غالية اليومين دولت بالذات، رافعة قوي. آم، بس السردين هي يعني لحد ما كده سعرها جميل جدا وحلو. البطاطس بتاعتها تحفة قوي، البطاطس اللي تحت السردين طعمها جميل جدا. حابة تزودي الكمية، حابة تقللي الكمية، ده حاجة ترجع لك على حسب عدد افراد اسرتك. هنا بس الطريقة معانا اهيت، انا كنت بقولك الطريقة طريقتها بسيطة جدا، في دقيقة هتحضريها. مجرد انك غسلت السردين بتاعك هتكوني مجهزة الغدا في دقايق. يا رب كده الفيديو بتاعنا يكون خفيف ولطيف عليكم ويعجبكم كده، ويا رب ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. حبيت ان انا اشارك معاكم الوصفة ديت على قد بساطتها على قد جمالها. يعني بصراحة ربنا اكلة اقتصادية من الدرجة الاولى. مش عايزين نقول بقى ان هي كلفتنا 30 جنيه، لان بقية المقادير كلها الطماطم، البصل، البطاطس، الحاجات دي كلها بتبقى موجودة في قلب البيت. انا لما احب اقول مثلا وصفة كلفتني كذا هقولها من اولها لاخرها. يعني هنا قولي ممكن تكون دخلت لك حتى لو في 50 جنيه باضافاتها كلها. طبعا لما تكوني عملت غدا ب50 جنيه، يعني في الايام اللي احنا فيها ديت حلوة قوي وجميلة واقتصادية من الدرجة الاولى. يا رب تعجبكم وتنول اعجابكم، وما تنسونوش في اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم في رعاية الله وفي حفظه في امانه. آه ويا رب كده زي ما قلت لكم الطريقة تكون عجبتكم وتكون بسيطة ومخففة عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.